تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد مباراة رجولية قدمها ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة 3-4 برسم ثمن النهائي، محققاً ملحمة تاريخية. وبدأت المباراة التي احتضنها ملعب كامبين وورلد الواقع في مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا، مشتعلة منذ لحظتها الأولى، حيثما هي إلا 9 دقائق حتى تمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الأول بعد هفوة دفاعية. وضغط السيتي بشكل كبير في الشوط الأول، ولكن كلما تخطى لاعبوه دفاع الهلال يجدون أمامهم الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، الذي تصدى لام 6 كرات كلها كانت خطيرة من تسديدات من داخل منطقة العمليات. ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني نجح الفريق السعودي وممثل العرب الوحيد الذي بقي في مونديال الأندية في إدراك التعادل بهدف حمل توقيع البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة الأولى 46، ثم بعده ب6 دقائق أضاف مواطنه مالكوم الهدف الثاني 52 مانح التقدم للهلال. ولم يدم تقدم الهلال طويلا، حيث في الدقيقة 55 سجل مانشستر سيتي هدف التعادل بقدم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي استغل سوء التغطية في دفاع الهلال لتنتهي 90 دقيقة بالتعادل 2-2، وتذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين. وعاد الهلال للتقدم في النتيجة من جديدة بهدف في الدقيقة 94 سجله المدافع السنغالي خالد كوليبالي، ثم عاد السيتي ليتعادل من جديد عن طريق البديل فيل فودين، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 104، إلا أن ممثل العربي كان مصراً على إكمال الملحمة التاريخية، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 112 عن طريق ليوناردو. وهذه المرة عجز السيتي عن العودة في النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الموج الأزرق. وسيلاقي الهلال في دور ربع النهائي خصمه فلومينينسي. المباراة ستجرى يوم الجمعة القادم 8 غرينتش زائد 1، علماً أن الفريق البرازيلي تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على إنترناسيونال الإيطالي.